السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أهم حاجة يا حبايب قلبي اللي احنا نتابع الفيديو ده للنهاية، وكمان نحط لايك علشان الفيديو ينتشر يوصل لناس كتيرة جدا ويستفادوا من الفيديو ده بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب قوي جدا بأربع مكونات بس موجودين في كل بيت. المشروب ده يعتبر صيدلية متكاملة لأنه هو بيعالج أمراض كتيرة جدا وبيوقي جسم الفراخ من إن يجيله أي مرض أو برد أو إنفلونزا، وكمان فيه كميات عالية جدا من الفيتامينات، بيعالج جميع أنواع الإسهالات، مضاد حيوي قوي جدا أقوى من المضادات الحيوية الطبيعية، وكمان بيرفع المناعة وبيدي للفراخ بتاعتنا مناعة عالية جدا، في كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية، مضاد حيوي وكمان مضاد للسموم، بيخرج اي سموم في جسم الفراخ بتاعتنا او في الدم بتاع الفراخ بتاعتنا، بيعالج الخمول وكمان بيعالج الجفاف، فيها كميات عالية جدا من العناصر الغذائية. تعالوا بينا نعرف ايه هو المشروب الجبار، المشروب الرهيب، المشروب اللي هيخلي وزن الفراخ توصل لوزن عملاق جدا في وقت قصير جدا. المشروب ده 4 مكونات بس، المكونات دي موجودة في كل بيت: شاي، قرفة خشب، توم وليمون. ال4 مكونات دول رهيبين جدا في زيادة الوزن، مضاد حيوي قوي جدا، وكمان ليه فوائد رهيبة جدا هنعرفها في بقية الفيديو. تعالوا الأول بس نعرف ازاي نحضر المشروب الرهيب بتاعنا ده. هنجيب 2 رطل من المية، عليهم معلقتين شاي كبار، وهنحط عليهم 4 تعواد من القرفة الخشب، ونحطهم يغلوا كويس على النار، ونغطي عليهم يا حبايب قلبي علشان الزيوت او الفوائد بتاعة المشروب بتاعنا ما تطرش، ونسيبه متغطي عليه لحد ما يبرد خالص. لما نتأكد ان هو غلى خالص نطفي عليه النار ونسيبه متغطي عليه لحد ما يبرد خالص. يعني نعمل المشروب ده قبل ما نروح للطيور بتاعتنا ب3 ساعات او 4 ساعات، علشان المشروب يبقى برد خالص وما يجيبش الفراخ بتاعتنا اسهال. وبعد كده هنجيب راس كبيرة من الثوم وعليها 4 ليمونات ومعلقة كبيرة من الخل، وهنفرمهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده هيطلعهم المشروب اللي كانوا في الكوز معايا ده. هنصفيه كويس جدا على الشاي والقرفة، وحبايب قلبي اهم خطوة ان احنا نصفي عليه كويس جدا. والطفل طبعا اللي طلع ده مش هنرميه، هنسيبه نحطه على العلف بتاعنا. اهم حاجه اللي احنا هنصفيه نطلع الطفل منه، الطفل والميه، نحط الميه مع الميه والطفل كده نسيبه في جنب، هنحطه ونقلبه على العلف. ولما نيجي نحط الميه في السقايه، فطبعا الطفل لو حطيناه كده هيكتم السقايه ويخلي السقايه ما تنزلش ميه. فاهم حاجه كده اللي احنا نكون واخدين مصفى كده، نصفي المشروب بتاعنا كويس جدا. يعني زي ما انتم شايفين كده وانا بحطه في السقايه صفيته. تعالوا بينا بقى نعرف يا حبايب قلبي المشروب الجبار بتاعنا ده بيعمل ايه للفراخ بتاعتنا. ليه فوائد عظيمه جدا في تربيه الفراخ. اول حاجه هنعرف فوائد الشاي بالقرفه، وبعد كده هنعرف فوائد الثوم والليمون. اول حاجه فوائد الشاي بالقرفه: بيعالج جميع انواع الاسهالات، ومضاد حيوي قوي جدا اقوى من المضادات الحيويه الطبيعيه، بيرفع المناعه وبيدي للطيور بتاعتنا مناعه قويه جدا، مضاد للاسهالات، وكمان بيعمل على زياده تنشيط النمو، مضاد للميكروبات الضارة اللي بتنمو في الأمعاء، مضاد للسموم، بيطرد أي سموم في جسم الفراخ بتاعتنا أو في الدم بتاع الفراخ بتاعتنا، وبيدي فراخ اثر جيد لمقاومه التسمم في الجهاز الهضمي. يعني بيطرد اي سموم في الدم بتاعنا او في الجهاز الهضمي بتاعنا، وبيدي كده للفراخ بتاعتنا مناعه قويه جدا، بيعالج جميع انواع الاسهالات. انا الفراخ بتاعتي مفيش عندها اسهالات، بس المشروب ده بيعمل حاجات كتيره جدا، وفيه فيتامينات كتيره جدا، في املاح معدنيه كتيره جدا، بيعالج امراض متعدده. فالمشروب ده جبار، فقلت ان انا هطلع اعمله مع حبايب قلبي علشان لو اي حد من متابعيني او مربيين الفراخ عنده مشكله. فالمشروب ده بيعالج جميع انواع الامراض، بيعالج امراض متعدده، بيعالج جميع انواع الاسهالات، مضاد حيوي قوي جدا، وكمان بيدي للفراخ بتاعتنا مناعه قويه جدا، مضاد حيوي اقوى من المضادات الحيويه الطبيعيه، وكمان مضاد للبكتيريا والميكروبات، وبينشط النمو. يعني النمو بتاع الفراخ بتاعتنا كده النمو كده هيزيد بسرعه، وكمان مضاد للتسمم، بيخرج اي تسمم في الجسم بتاع الفراخ بتاعتنا، بيعالج الالتهابات الداخليه اللي بتيجي للفراخ نتيجه اي مرض خلال فتره التربيه. يعني الفراخ بتاعتنا عندها اي مرض كده، مثلا جالها برد وهي صغيره، جالها اي حاجه، فاكيد عندها التهابات داخليه، فالمشروب ده بيعالج الالتهابات الداخليه عند الفراخ بتاعتنا.
بيعالج الامراض التنفسيه اللي بتيجي للطيور بتاعتنا نتيجه عن نزلات البرد اللي ممكن تيجي للفراخ خلال الدوره بتاعتنا. سريع جدا في زياده الوزن، هيوصل وزن الفراخ بتاعتنا ل3 كيلو ونص في خلال 30 يوم بس. هي دي فوائد الشاي بالقرفه، ليه فوائد متعدده زي ما شفتم كده. تعالوا بينا يا حبايب قلبي نعرف بقى مع بعض فوائد الثوم والليمون. الثوم يا حبايب قلبي بيحتوي على كميات عاليه جدا من العناصر الغذائيه والفيتامينات. يعني بيحتوي الثوم على 66% من الماء، و6% بروتين، و25% من النشويات، في كميات عالية جدا من الفيتامينات زي فيتامين بي وفيتامين A وفيتامين سي وفيتامين اي وباء 1 وباء 2 ودال. بيحتوي على املاح معدنية والياف بكميات عالية جدا. فوائد الثوم بيسهل عملية الهضم على الفراخ بتاعتنا، وكمان بينشر البكتيريا النافعة في الأمعاء وبيقتل البكتيريا الضارة. مضاد للسموم، بيساعد على التخلص من السموم، ومضاد للتعفن والفيروسات والبكتيريا. بيدي للطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا، واقي من الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا. بيعالج الخمول بتاع الفراخ بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده المشروب بتاعنا ليه فوائد رهيبة جدا يا حبايب قلبي. تعالوا بينا نعرف دي كانت فوائد الثوم، اللي هو بيحتوي على 66% من الماء، و6 بروتين، و25% من النشويات. بيحتوي على فيتامين بي وفيتامين A وفيتامين سي وفيتامين اي، وفيتامين باء 1 وفيتامين باء 2 وفيتامين د. بيحتوي على كميات كبيرة جدا من الأملاح المعدنية وكمان الألياف. بيسهل عملية الهضم على الفراخ بتاعتنا، وبينشر البكتيريا النافعة في الأمعاء وبيقتل البكتيريا الضارة. مضاد للسموم، بيساعد على التخلص من السموم في جسم الفراخ بتاعتنا. يعني زي ما قلت لكم الشاي بالقرفة بيخلص برضو السموم، مضاد للسموم. وكمان الثوم والليمون مضاد للسموم. يعني زي ما انتم شايفين ده المشروب ده قوي جدا يا حبايب قلبي، ب4 مكونات بس، والمكونات دي يعني موجودة في كل بيت. الشاي والقرفة الخشب والثوم والليمون. المشروب ده تحفة جدا في زيادة الوزن للفراخ بتاعتنا. بتوصل لوزن يا حبايب قلبي 3 كيلو ونص في خلال 30 يوم بس. هنوفر معانا في العلف، وكمان هنوفر مجهود وهنوفر وقت. وبسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتنا هتبقى 10/10 في خلال وقت قصير جدا. الثوم مضاد للتعفن اللي بيحصل في جسم الفراخ بتاعتنا، وكمان الفيروسات والبكتيريا، وبيدي للطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا، واقي من الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا. ناخد بالنا من الحتة دي ان هو واقي من الإصابة بالأمراض البرد. يعني واقي يعني ما هيخليش الفراخ بتاعتنا يجيلها برد طول فترة التسمين بتاعتنا او طول الدورة بتاعتنا. كمان بيعالج الخمول، وبيدي الفراخ بتاعتنا نشاط وحيويه، تخليها كده قاعده بتلعب في المكان وماشيه كده بتلعب وبترعرع كده يا حبايب قلبي. المشروب ده كان 2 رطل من الشاي، وحطيت عليهم نص رطل من الليمون والثوم والخل، وبعد كده حطيت عليهم 2 رطل من الميه. نحط بس يعني مثلا 2 رطل من الشاي نحط عليهم 2 رطل من الميه علشان المشروب بتاعنا يبقى تقيل كده والفوائد بتاعته اكتر يا حبايب قلبي. تعالوا بقى نعرف الثوم يا حبايب قلبي ليه دور كبير جدا في محاربة الجفاف وواقي من الأمراض. مضاد للسموم، زي ما قلت لكم بيخرج أي سموم في جسم الفراخ بتاعتنا. ده الليمون يا حبايب قلبي، وبيحتوي على كميات عالية جدا من فيتامين ج، وواقي من البرد. شايفين المشروب بتاعنا، المشروب ده رهيب جدا، مضاد للسموم ومضاد حيوي، سريع جدا في زيادة الهضم، وكمان يا حبايب قلبي سريع جدا في زيادة الوزن، ومضاد للفيروسات والتعفن والبكتيريا. بينشط البكتيريا النافعة وبيقتل البكتيريا الضارة. بيحتوي على كميات عالية جدا من البروتين والأملاح المعدنية، وكمان الألياف والفيتامينات. المهم جدا ان احنا ندي للفراخ بتاعتنا الياف واملاح معدنيه وكمان بروتين، والفيتامينات دي مهمه جدا. وبيعالج جميع انواع الاسهالات. مضاد حيوي اقوى من المضادات الحيويه الطبيعيه، بيرفع المناعه وبيدي للفراخ بتاعتنا نشاط كده ومناعه قويه، ويخليها قاعده كده بتلعب في المكان كله. وكمان سريع جدا في زياده النمو، ومضاد للميكروبات الضاره. توصل الفراخ بتاعتنا لاكبر وزن في خلال وقت قصير جدا. يعني بسم الله ما شاء الله المشروب ده هيخلي الدوره بتاعتنا 10/10، نخرج منها من اي امراض. وبسم الله ما شاء الله هنبقى مزودين ارباحنا ومزودين الوزن بتاع الفراخ بتاعتنا، وصحه الفراخ بتاعتنا هتبقى 10/10، لان المشروب ده واقي من البرد. يعني بيعالج البرد وبيحمي الفراخ بتاعتنا من ان يجيلها برد يا حبايب قلبي. المشروب ده قوي جدا يا حبايب قلبي، قوي جدا. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو استفدتم فحطوا لايك علشان الفيديو ينتشر يوصل ناس كتيرة جدا. ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.